She's a force to be reckoned with. Yeah, she's one of a kind. Got that confidence and style. She's blowing your mind. With every step she takes, she's owning the scene. A queen in her own right. Living her dream. والله يا حلوين، كيفكن؟ شو اخباركن؟ اشتقت لكم كتير 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 ورجعت لكم بفيديو جديد. قلت ما رح اتاخر عليكم كتير. فيديو رح يكون فيه مفاجآت وشغلات هيك كتير حلوه. رح تنبسطوا فيها. يمكن اول مره بعمل هيك نوع من الفيديوهات، بس الفكره كالتالي. هلا قبل ما اخبركم، اول شيء اعملوا فنجان قهوه وقعدوا هيك ركزوا شوي، لانه الفيديو او الفلوج رح يكون فيه هدايا ومشتريات وفيه كمان مفاجأة. المفاجأة اليوم بين علي أنا كتير مبسوطة. اليوم أختي جاي من ألمانيا، هي أختي الوحيدة، يعني ما عندي أخت غيرها. فكتير كتير كتير مبسوطة ومتحمسة لجيتهم. تقريبا حوالي سنتين أنا وياها ما التقينا. آخر مرة التقينا كان لي عمره سنة، ووقتها برومانيا عند أهلي. فكانت فترة كتير قصيرة، يعني حتى ما هيك ما استوعينا على بعض، لأنه هي كانت حامل وأنا ابني كان لساته صغير وكذا. ورح يكونوا هن موجودين 10 أيام باسطنبول. والحلو إنه ما رح ينزلوا بعيد عني. هلا كل مرة بينزلوا فيها بيجوا هنا على منطقة الفاتح. بتعرفوا أنتوا أغلب السوريين لما بينزلوا على اسطنبول بفضلوا هاي المناطق، لأنه أول شيء مناطق سياحية وفيها كل مطاعم الأكل الطيب. هالمرة فضلت إنه تستأجر قريب عني. والفكرة كانت إنه بسبب الزلزال، يعني كنا شوي هيك متلبكين موضوع الزلزال، لا سمح الله إذا صار أي شيء. المكان بدهم يكونوا فيه هنا موجودين فيه، وصاير مثل أوتيل كونسبت، ونعرف كتير منيح يعني شو نمط الإنشاءات هونيك. يعني لا سمح الله إذا صار أي شيء مطمنين إنه البناء هذا يعني ما رح يتضرر إن شاء الله. لا سمح الله إذا صار أي شيء، يعني إن شاء الله ما بصير أي شيء. ومنه بتكون قريبة علي كمان إذا احتاجوا أي شيء، لأنه هي بعيدة عني بس تقريبا مشي 10 دقايق، بالسيارة 3 دقايق يمكن. فهي أول مرة بدنا نقعد قريبين على بعض. كتير مبسوطة وكتير متحمسة، وليمي كمان طاير عقله. ما رح طول عليكم. هلأ الفلوج اليوم رح يكون هيك ميكس. أول شغلة رح أورجيكم شو جبت هدايا لاختي واولادها. هلا ما بعرف اذا هي حلوه ولا ما حلوه ورجي، بس احتمال كبير الفيديو هذا رح يكون نازل بعد ما انا اعطيهم الهدايا، فعلي ما رح خرب عنصر المفاجاه. وكمان رح اخذكم على المكان اللي هي استاجروا فيه، لعل اي حدا منكم حابب ينزل ممكن انه ياخذ فكره عن المكان. إذا ما منكم مشتركين بالقناة لازم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وكمان تحطوا لايك وكومنت حلو مثلكم إذا عجبكم الفيديو. ويلا نبلش. بس هيك متحمسة كتير كتير ورجيكم الهدايا اللي أنا اخترتها. فأنا بصراحة بحب إني أتفرج على حدا مثلا عم يفتح هدايا هيك، حبيت شارك هاي الفقرة معكم. ورح بلش أول شيء بالمشتريات اللي جبتها للأطفال. هلأ فكرتي أنا إنه أنتم كمان تستفيدوا وتاخذوا فكرة. كمان في حال كان في أطفال مثلا من عمر خلينا نقول من 2 ل5 سنين. أنا شو الشيء اللي أنا اخترته وفضلته؟ هلأ أنا وأختي اتفقنا بصراحة إنه ما نجيب ألعاب، لأنه بصراحة أنا عندي كتير ألعاب وفائض من الألعاب، وهي كمان نفس الشيء. وحتى ما عندي مساحات تخزين، يعني حتى إذا عندي مثلا ألعاب قديمة وإضافية ما عندي أي مكان إني أخبي فيها. فاتفقنا إنه كل وحدة تجيب لأولاد الثانية هدايا تكون تعليمية، منها بتكون ترفيهية ومنها كمان بيكون بيستفيدوا منها فيها اكتيفيتيز. هلا أول منتج عندي هو هذا اسمه ليد تريسينج باد. انا جايبته صراحه من محل فلاينج تايجر كوبنهاجن. من قبل اعطيتكم فكره عن هذا المحل، هو فيه اشياء مستورده صيني ياباني هالقصص هاي، خصوصا للاولاد اللي عندهم شغف وبحبوا الرسم كتير. اخترت انا لابن اختي هاي الهديه، وصاير عباره عن باد يعني مثل هيك لوح فيه ضوء ليد، وبتوصلوا هون في له كمان وصله على الكهرباء بيجي معه، بتوصلوا بصير هذا كلياته بضوي. الطفل بيحط الرسمه اللي هو حابب مثلا يرسمها، بيحط فوق ورقه ثانيه وبصير بشوفها باقلام التلوين اللي هي بتكون جاي مع الباد كمان. كتير فكره حلوه للولاد اللي حابين يطوروا مهاره الرسم عندهم، مثلا خطوط ثابته. يعني فكره كتير حلوه بصراحه. بيجي معه 6 الوان. دول الالوان اسمه جرافيك ميكر، وهي مخصصه للرسم على هذا الباد مشان ما يتاثر اللوح طبعا. مثل ما حكيت لكم هذا هو. هلا ثاني هديه من نفس المحل كمان اخترت هاي الشغله، هي درو يور اون ماجنتس.
بيجي فيها ورقتين من الماجنت بيبر اللي هي بتكون ورق مثل المغناطيس، بيكون مثلا تلزقون على باب البراد والقصص هاي. فالولد هون شو بيعمل؟ بيرسم الرسم اللي بده اياها وبيقصها وكمان بيلزق على باب البراد. فهي يعني حسيت الاكتيفيتي هذا فيه كتير كرياتيفيتي، فيه بيرسم الشغلات اللي هو بيحبها، الفيجرز اللي هو بيحبها، وبيلزقها وبصير هيك مثل ذكرى كمان كتير حلوه. ثالث هدية هلا هاي صايرة من السكراتش بيكتشرز، يعني هون بيكون في مثل لوح. هلا أظن هاي مفتوحة، كونها مفتوحة يمكن أورجيكم. حسيتها مثل الشغلات اللي لها علاقة بالعيد الفصح، ما بعرف. بس الفكرة هون إنه هاي الورق كلياتها، كل ورقة في إلها لون خاص فيها، بيجي فيها 5 ورق. بيجي مع الورق هاي مثل قلم خشب، يعني هو مثل الخشبة. الولد بضل بيحف فيها، وبس يحف فيها بيطلع له هيك جرافيكس وهيك قصص. كمان فكرة كتير حلوة. وآخر شيء بيجي معها حبل بيعلق هدول، بصير عنده هيك مثل حبل ومعلق عليهم هاي الرسمات. الفكرة اللي بعدها هذا المنتج جاي مثل هيك قطعة، رح أورجيكم إذا مفتوحة. الحجرة هي بتكون شايفين بيجي معاها كمان هيك عود خشب مشان الطفل هون بضل بيحف فيها، وكمان ريشة مشان يشيل التراب اللي بيطلع يعني من الحجرة، وبتطلع معه بالأخير مستحاثة بتوسع الخيال تبع الطفل، بتشغل له إيديه وبتشغله كتير كتير لحاول كتير لحتى يقدر يوصل للجسم اللي رح يكون موجود، أو المجسم اللي رح يكون موجود بقلب هاي الحجرة. فهذا كمان بيعلم الصبر. طبعا نحن أولادنا الحمد لله ما في صبر عندهم. الشغلة اللي بعدها هاي المنتج أنا مشتريته محل ألعاب اسمه أرمان. فكرة المنتج هذا إنه هون في له مثل ورقة وعليها ستيكرز. الولد هون بيشيل الستيكرز، وفي ورقة تانية هي بتكون مثل الفويل بسموها، هو بيحطها فوق الورقة، بيحطها فوق مكان الستيكرز اللي شالها، وهون مكان الستيكرز بيتلون بلون الورقة اللي هي موجودة بقلب العلبة. هاي الهدية فوق عمر 3 سنين، بس كمان خرج الأطفال الكبار، يعني لأنه من ماركة اسمها ماتش بوكس، تشبه مثلا الهوت ويلز والقصص هاي. فيري بورت بلاي سيت، بركبها وبصير مثل ميناء، بيساوي مثل ميناء، وبكون بقلبها كمان سيارة، بس هي بتمشي مع كل سيارات الهوت ويلز. عنده أطفال صبيان بيعرفوا شو يعني هوت ويلز. هلا للولد اللي عمره 1.5 رح يقرب تقريبا على 2 هيك جبت له شغلات بسيطة شوي، يعني أبسط الألعاب اللي أنا ورجيتكم إياها من شوي. جبت له هيك مجموعة ألعاب، هي سيارات بلاستيك عادية. جبت له كمان مجموعة سيارات كمان، هدول 3 بيجوا مع بعض، بس خاصية هدول السيارات إنه وقت بيضربوا مثلا بالحيط أو بأي شيء بيقلبوا، فكمان هاي لعبة كتير حلوة. أنا ابني ليمي صراحة مغرم بهاي السيارات. جبت له كمان دفتر ألوان، كمان فكرته كتير حلوة. هذا الكرز تبعتها هي بو بترول، بيكون جاي معه قلم. القلم هذا بيتعبى مي، صلاحيته غير منتهية، يعني بس يلون مثلا الورقة تطلع الألوان أو بتظهر مثلا الشخصيات أو الرسمات، بس تنشاف بيرجع لونها أبيض. فهاي عن جد من أحلى الشغلات اللي ممكن تستثمروها وتجيبوها لأولادكم. جبت له كمان دفتر ستيكرز. الحلو بهدول الستيكرز كمان إنهم ورا ما بيلزقوا تلزيق، بيلزقوا بس على الكرتون اللي جاي معاهم، فإذا وقع مثلا الستيكرز على الأرض أو شيء أو على السجادة ما بيلملم أي أبدا غبرة أو شعر أو أوساخ. وفي كمان يلزقون ويشيلون ويرجع يلزقون ويشيلون ويرتبون بالطريقة اللي هو بده إياها. كمان هاي فكرة كتير حلوة. كمان جبت له ماركة فيشر برايس بازل، كمان فكرتها كتير حلوة، عن حيوانات وبحطها بأماكنها. جبتها أنا لابن أختي الصغير، بس كمان في هو أخوي يلعبوا فيها. لوح بلاستيك بينطعج وعليه رسمة، وبلونوا فيها بالألوان مثل ما شايفين هيك، وبترجع مثلا الأم بتغسلها وبترجع بدون ألوان، بيرجعوا بلونوا فيها مرة تانية. فحبيتها كتير، يعني أنا بحب الألعاب أو الأغراض اللي فيها الأولاد مثلا يستخدموها أكثر من مرة، يعني ما يملوا منها، ما بيملوا منها بهاي الطريقة. هلأ بنجي على طلبية جبتها من إلسي وايكيكي، كمان فيها أغراض للولاد، رح بورجيكم إياها على السريع. لابن أختي الصغير عمره 1.5 سنة تقريبا 2 شورت. جبت له هاي البلوزة اللي هي بو باترول، طبعا هن عشقوا غرام من ولاد هذا الجيل، بس حلاوتها انه كمان عليها رسمة من ورا. هاي لمي عنده نفس البلوزة، فحبيت كمان لابن اختي نفس الرسمة مع هذا الشورت، بيطلعوا كتير حلوين مع بعض. جبت له كمان طقم تاني، بلوزة كمان عليها رسم من ورا من قدام، شورت كمان. وهذا الطقم كمان حبيت كتير كتير، الرسمة تبعتها كتير كيوت كتير لذيذة. الهدية هاي حبيت اني اجيب شوي مقاس كبير، لانه احتمال
هاي السنة ما يقدر يلبسها إذا جبت له إياها نفس المقاس، فحبيت جبت له مقاس كبير يمكن يلبسها السنة الجاي. كمان عليها رسمة فيل كتير كيوت وهيك أدني بيتحركوا، وهاي معاها بنطلون صاير طويل كمان ألوانهم كتير حلوة. طاقية كمان كتير حبيتها، هاي هيك على شكل عليها رسمة قطة، كتير عجبتني. نجي على هدية ابن أختي الكبير. أول شغلة جبت له هاي الطاقية، هي صايرة طاقية من جوا صوف، هاي بأيام الثلج بيلبسوها بس عليها بوكيمون. هلا بصراحة هو هلا مهووس في البوكيمون وبيكاتشو والقصص هاي، فالطاقية كتير حلوة عن جد وعملية، وكمان فيها بتتصغر وبتتكبر طبعا على قياس راسه للولد، فكتير هدية كتير حلوة كتير حبيت له. طاقية صيفية هلا جبت لليمي نفسها كمان مشان يلبسوها مع بعض، كمان عليها بو بترول. هلا بصراحة اختي قالت لي انه الثيم تبع عيد ميلاده هاي السنة رح يكون عبارة عن بوكيمون، لهيك حبيت كمان جيب له بلوز. كمان هاي بيجوا 3 بلوز مع بعض بس حاسة انه شوي كبار، في لها 3 بلوز بيجوا مع بعض. من عند زارا جبت له كمان هاي بيجامة سبايدر مان معها بنطلون، كمان جبت لليمي نفسها. هلا بصراحة من قبل ما كنت بحب هاي القصص اللي بيكون عليها مثلا مطبوع شخصيات كرتونية أو هيك، بحب كتير الشغلات اللي بتكون هيك شيك وسيمبل، بس الأولاد كتير بيحبوا هاي القصص. وحتى أحيانا مثلا لحتى أقدر أقنع ليمي إنه يلبس لحتى نروح مثلا على مكان معين، بقول له إنه تعال نلبس البلوزة اللي عليها مثلا شخصية كذا، وقتها عن جد بيتشجع وبيقوم بيلبس معي. غير هيك أحيانا كتير بيعجزني على موضوع اللبس، فمين بيوافقني الرأي. نجي على هدية أختي جبت لها النصيب الأكبر طبعا أكيد للأولاد بيكون، بس ما نسيت أختي أكيد. فأول شغلة جبت لها إياها هول الفولارات كتير حلوين، جبتهم من ترنديول، قماشتهم بتجنن. جبت لها حبيت أجيب لها 2 ولبقت لها مع هذا الفولار كمان من ترنديول بليزر لونه كمان زهر، هيك زهر فاتح وردي فاتح بس يمكن ما مبين كتير على الكاميرا. بيجي معاه هذا الحزام هو صاير كمان نفس اللون، بس طبعا هي فيه بتطبق اللون اللي بدها اياه، فحبيت هدول مع بعض بظن رح يطلعوا كتير حلوين. جبتها كمان اوجي كمان نفس اللون زهر، يعني حسيت الكونسيبت تبع اختي كتير هيك بناتي زيادة عن اللزوم. كمان بيجاما من عند إلسي وايكيكي، صار كمان شورت مع بلوزة كتير قماشتها حلوة ولونها بيعقد كتير حلو لونها. كمان عند إلسي وايكيكي وصلت لها على هدول صايرين هدول فناجين إلسي وايكيكي المشهورين كمان صايرين هيك بيجوا 2 مع بعض، كتير حبيتهم كتير كيوت. مكتوب عليها وحدة مكتوب عليها هابي والثانية هيك عليها نقشات وردات صغيرة، فكمان حبيتهم. خلينا نشوف إذا ضل شيء. هن الهدايا ان شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبوكم، اعطوني رايكم بالكومنتات، وحاول ان احط لكم اللينك تبع هدول القصص اللي انا اشتريتهم اونلاين اذا حابين انتم مثلا تشتروا او تاخذوا فكره عن هاي القطع. اذا حابين اكتبوا لي بالتعليقات لحتى احط لكم انا اللينكات لكم اياهم كلياتهم بتعليق مثبت. وهلا يا حلوين بعد ما خلصنا فتح هدول المشتريات، احتمال كبير اني هلا اروح وشوف الشقه لانه اختي هلا جاي المساء، فرح اروح انا استلم المفتاح. راح اعطيكم كمان فكره عن الشقه هونيك وشو بكون بقلبها، وكمان شو نمط الكونسبت اللي موجود هونيك كمان. خليكم معي. هلا رح احكي لكم شوي حلوين عن الشقه هاي. هي نظام فندقي موجود هيك داخل المجمع كامل الخدمات، فيه مسبح مسكر وساونا وحمام تركي، وتحت المجمع في كل شيء بتكون اياه، يعني من سوبر ماركت لبنك لمواصلات، حتى في بارك صغير للولاد كمان داخل المجمع، وفي اطلال هيك رايقه حديقه حلوه. حبيت كتير النظافه عند التسليم، كانت شقه كتير نظيفه وكان مثل الخدمات، يعني حتى طلبنا مثلا كرسي اكل للاطفال وتخت للبيبي كمان كان موجود، والحمد لله اختي وعيلتها كانوا كتير مرتاحين، وتجربه كانت هيك ايجابيه فبننصح فيها. هو ما اعلان ابدا، بس انه
تجربة مثل قلت لكم حلوة كانت. رح أحط لكم موقع المجمع هذا تعليق مثبت. إجوا؟ لا. Det er bygget både bygget. Bare der her. Der her. يعني هيك حبيت بس أشارك معكم شوية لقطات لهالقطافيل الثلاثة الكيوت. يعني شفتهم هيك بس مع بعضهم يعني شيء هيك برد الروح. كتير كتير هيك انبسطنا، وحبيت بس هيك شارك معكم شوية لحظات. طبعا هلأ بالنسبة للمشاوير رحنا كتير أماكن، وأول مكان ذكر أختي لما كانت بألمانيا كانت تقول دايما إنه حابة تجرب الأكل عند مطعم الشيف عمر، فأول مشوار كان على الفاتح حتى نجرب الأكل عنده. هلأ الديكور كتير حلو، خصوصا ديكورات الحيط كتير حلوة، وهيك مبين إنه شخص قاعد ومخطط وتعبان على الديكور تبع المحل. بس يعني بدون مبالغة بصراحة حسينا الأكل عادي، يعني ما في شي واو. أكيد الله يرزقه ويبارك له بشغله، يعني الأكل نظيف وجودته عالية، بس كلياتنا ما حسينا إنه في صنف هيك كتير واو بيخلينا نعيد التجربة مرة تانية، أو صنف هيك مميز ما موجود عند حدا تاني وممكن هيك تشتهي عليه وتنزل بنص الليل على الفاتح مشان تاكل عنده. أكيد هذا ما نذم، هو بس رأي شخصي، وفي ناس كتير حبت الأكل ويعني بتنزل خصوصي لعنده. بس احنا بالنسبة لنا أكيد مجربين أكيد مطاعم تانية، ويعني ما حسينا إنه هذا الشيء اللي بشدنا إنه نرجع مرة تانية على هذا المكان. Slowly unfolding in the album pages. Each picture reveals your smile, a mix of reality and fantasy. هلا يمكن أنا ما شاركت معكم بس 10% من الأماكن اللي رحناها وحتى اللي قدرت أصور فيها، لأنه مع 3 أولاد كان كتير صعب. يعني كل واحد بينق من جهة، وواحد بينعس، واحد بيجوع، واحد بيبكي. بس هلا رغم كل شيء كانت لحظات ما بتنتسي. يعني هاي 10 أيام عن جد كانوا مثل الحلم، مروا بسرعة وما استوعبنا شيء. بس هاي هي ضريبة الغربة بالأخير، يعني نكون بعاد عن بعض، وولادنا يشوفوا بعضهم بس بالسنة مرة. بس يعني نقول خير إنه هاي الحياة، والأيام صحيح عم تركض ركض، بس إحنا بنحاول قد ما فينا بأي فرصة إنه نسافر ونلتقي ونقضي وقت هيك كتير حلو ونجتمع، لأنه أكيد ما في مثل العيلة ومثل جماعة الأهل. وهذا كان فيديو اليوم يا حلوين، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا انتوا عم تحضروا الفيديو. بصراحة أنا عم سوي المونتاج كتير كان هيك مؤثر وكتير عصني قلبي، لأنه عم زبط الفيديو بعد ما سافروا، بس ما طالع بإيدي شيء. فبدعي انه الله هيك يخليكم عيالكم واحبابكم، واذا انتم بعاد عنهم بتمنى تجتمعوا فيهم عن قريب. رح اترككم هلا مع شويه لقطات هيك شوي مؤثره، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايك على الفيديو. وبدي لكم انا بحبكم كتير كتير، وبشوفكم ان شاء الله بفيديو جاي. باي باي. Unfolding in the album pages. Each picture